السلام عليكم بنات، صافا لاباس عليكم بخير؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا البنات غادي نبارطاجي معكم واحد المجموعه ديال لي برودوي، طبعا الالات اللي كنستعملهم هكا كنبغي نعتني بها براسي، خصوصا الاشياء اللي كانت التجربه ديالي معها زوينه، عجبوني لي ريزولطا ديالها، عجبتني لا كاليتي ديالهم. غنبارطاجيهم معكم البنات، ونبارطاجي معكم الاثمنه، ونبارطاجي معكم حتى منين شريت هاد لي برودوي هذا باش تفهموني مزيان. وحتى شي وحده اللي كانت مهتمه وبغات تشريها تكون ديجا عارفه الثمن والبلاصه فين تقدر تلقى هذا الشيء ولاش كيصلح او ميم طون هذا الشيء. اول حاجه البنات اللي غادي نبدا بها، غادي نبارطاجي معكم واحد جوج ديال لي ماشين اللي خاص كل بنت يكونوا عندها في الماريو ديالها. انا البنات ما بغيتكمش تكلفوا على راسكم، ولكن مع ذلك ما فيها باس الواحد مره بحال هكا يجمع شويه ديال الفلوس ويشري دي ماشين اللي هما في المتناول. اول وحده البنات غادي نبدا بها هي هذه كيما يمكن ولا كيما المهم علاش كيف ما بغات تنطق. هاد لا ماشين هذه البنات فيها 5 ديال الحوايج في وحده، بمعنى هاد الكرتونه هذه كامله فيها آلة وفيها 5 ديال الريوس، كل راس لاش كيصلح. غادي نحلها معكم البنات باش تفهموني اكثر. المهم ما تديوش على لومبالاج، حيت راه هاد الماكينه هذه راه تبارك الله ما شاء الله البنات شي 3 سنين وهي عندي وانا كنحماق عليها ولي ريزولطا ديالها عجبوني. كتجي البنات بحال هكا، فيها الشارجور ديالها. هذه فاش كتشارجيو هاد الاله راه كتبقى تالمو شحال عاد باش كديشارجا. اول حاجه البنات كاين عندنا هذا الراس هذا، انا جبته لكم. اول وحده البنات كاين عندنا هذا الراس هذا، راه كتكون فيه هذه كنقدروا نديمونطيوها. عندنا هذا الراس هذا البنات هو اللي كيتشارجا، سمعتوا الصوت هذا البنات كتشارجيو ومن بعد كتلصقوا فيه هذا الريوس. اول راس كاين عندنا هنايا هو هذا صراحه انا البنات كيصلح للنتف ديال الشعر، بمعنى شي بلاصه ما بغيتيش تحيدي فيها بالغازواغ ولا بغيتي تنتفيها كتستعملي هذا. ولكن صراحه هذا الراس هذا بالضبط كيجيني شويه قاصح وحار، ما كنسخاش براسي انني ندير هذا سواء في يدي ولا في رجلي، ما كنقدرش نسخها. ثاني راس البنات عندنا هو هذا البنات كيصلح هكا تبردي به رجيلاتك، خصوصا قدامك، كيحيد البنات داك الجلد القاصح، كيرطب لينا رجيلات، ديك الجلده الميته، ونحيد ديك الحروشه اللي كتكون مره في رجيلاتنا. ثالث راس البنات عندنا هو هاد لابروس هادي البنات كنستعملوها خصوصا للوجه ولا حتى الجسم ديالنا. مثلا كاينه شي بلاصه بغيتي مزيان تغسليها وتحكيها، كتهزي هذا كتسرديه كديري فيه الصابون وكتلصقيه في هذا الجهاز هذا، وكدوزي على ديك البلاصه اللي بغيتي تيحك مزيان وتيدخل مزيان في المسام. غير هو البنات انا ما كنستعملوش لوجهي، تالمو عندي البشره ديالي حساسه بزاف، فكنفضل نديرو غير هكا ليدياتي، خصوصا هنا بعض المرات كتجيك ديك الحكه ما كيقضيش فيك لا صابون لا والو، فكتستعملي هذا كيجي صراحه زوين. رابع راس البنات هو هذا البنات كيصلح الا بغيتي ديري شي مساج مثلا راسك هنا العنق ديالك، اي بلاصه كتحسي باللي ما كرهتيش شي واحد يدير لك فيها مساج، كتهزي هذا الراس كتدخليه في هذه وكتبداي ديري مساج ديالك في البلاصه اللي بغيتي. صراحه انا هذا كيعجبني بزاف، خصوصا هنايا مورا العنق، عرفتي كيدير لي واحد الارتخاء خيالي، غزال. واخر راس البنات عندنا هو هذا البنات كيصلح في انك تحيدي به الشعر الزائد، رجلينا، يديك، في الابطين ديالك، المهم اي بلاصه ما بغيتيش ديري ليها الغازوغ كديري ليها الطونطوس هذه، كيحيد صراحه الشعر زوين وما كيخليش جلد الايواز وما كيديرش الحكه اللي كدير لنا لا غازوغ. كما قلت لكم البنات انا هاد لا ماشين هذه حمقتني، عجبتني، جاتني على الكانه ديالي، درت لي كاع داكشي اللي بغيت، تحيد لي الشعر من البلاصه اللي بغيت نحيدهم منه. كنقدر نستعملها حتى في الغسيل بعض المرات ديال الجسم ديالي، كدير ليا مساج، كتحك لي قديماتي. بمعنى هاد لا ماشين البنات انا من المفضلات ديالي وما ندمتش على انني شريتها. وكما قلت لكم البنات راه غاده لشي 3 سنين وهي عندي، وصراحه الحمد لله والشكر لله لا كاليتي ديالها زوينه، ما عمرها ما خسرت، وحتى لا شارج راه كتشدها مزيان. بمعنى بحال هكا الا كنتم مسافرين ولا غير عمروها بالشارج مزيان وما تخافوش راه ما غاديش تسكت لكم. الثمن باش شريتها انا 200 درهم، ولكن كما قلت لكم راه بداو كيهبطوا في الثمن، وسولوا على راسكم حتى تلاقاو الثمن اللي مناسب لكم نتوما البنات.
تاني آلة البنات اللي عندنا واللي حتى هي كتجيني مهمة لينا حنايا البنات، خصوصا اونتر بارونتيز في هادشي هذا ديال ازالة الشعر، حيت هادي واحد المعمعة لاي بنت كتكرهها وما كرهاتش تلاقى شي حل اللي زوين وسهل يفكها من هاد الروينه هادي كامله ديال الشعر الزائد. اوكي، تاني ماشين البنات عندي هي هاد الاله هادي ديال لاسير. حتى هادي كنت تقريبا خديتها شي 4 سنين. هذا الثمن تقريبا اللي كنت خديتها به شي 170 180، ما عقلتش بالضبط، ولكن البنات كونوا اكيدين انها ما فايتاش 200 درهم. دابا كاع غتلاقاوها اكيد ما فايتاش 200 درهم. كتجي البنات بحال هكا، فيها البريز ديالها، كتجي بحال هكا. كديروا فيها لاسير، ديجا انا باقي عندي فيها شويه ديال لاسير. كديري فيها الحبيبات ديال لاسير ديالك، كتسدي عليها وكتعمريها. كتبدا هنايا وكتشوفي الدرجه ديال الحراره اللي بغيتي، واش بغيتي الماكس واش بغيتي شويه، على حسب انت شنو بغيتي. وكتخليها في الضو مزيان حتى كتشوفي ديك لاسير ديالك انها دابت وما بقاتش نهائيا فيها الحبيبات. وكتهزي البنات هادو راه حتى هما كيتباعوا جو بونس رخاص بزاف، يمكن لا شي 5 ب5 دراهم ولا. وكتبقاي تحركي لاسير ديالك البنات وكتطفي ديك الساعه لا ماشين، صافي طفيتي لا ماشين وكتبداي تحركي مزيان وتبقاي تهزي لاسير وتقلبيها بحال هكا، ما تخليهاش تخوى حتى تحسي بها انها بردت مزيان. وديري الباودر على البلاصه اللي بغيتي تحيدي منها الشعر، تخليها البنات حتى تنشف وديك الساعه البنات كتحيدوها. البنات هذه هي ثاني ماشين اللي كتجيني مهمه بزاف لينا حنايا كبنات، وكتفكنا وكتهنينا احسن من ديك لا غازوار وديك الحكه وداك جلد الايواز اللي كتخلينا هذيك لا غازوار. بمعنى البنات هذه ثاني ماشين كنحماق عليها وكتعجبني وما عمرني ما غادي نستغنى عليها، وراه صبار الحمد لله. كما قلت لكم راه شي 4 سنين هذه وهي عندي، والحمد لله ما شاء الله راه باقا خدامه. وبالنسبه للبنات الثمن راه قلت لكم شي 160 170، المهم ما عقلتش اكزاكتومون، ولكن راه ما كانتش فايته 200 درهم. ثالث حاجه البنات اللي غادي نبارطاجيها معكم واللي عندي وما عمرني ندمت على انني نشريها، هي هاد لا تروس هادي ديال لي زاكسيسوار. هاد لا تروس هادي البنات كتجي بحال هكا، ديجا بارطاجيتها معكم البنات في الفيديو ديال لي زاكسيسوار ديالي. كتجي البنات بحال هكا، شوفوا فيها جوج ديال الطبقات، كنحيدو هاد الطبقه هكا وكنلقاو طبقه اخرى. شوفوا كتجي بحال هكا البنات. هذه البنات صراحه غزاله بالنسبه لي، انا فكتني من الروينه من هكا. ديما لي زاكسيسوار ديالي مجليين، كل صباح كنبغي نخرج كنقول فين هذا الجلاليه هذه وما لقاش هذه، حتى لقيت هاد الطوينكه هذه ما لقاش اختها. ولكن هاد لابواط هذه البنات افيكاس زويونه وحتى الشكل ديالها راقي. فيها الطبقه هذه التحتانيه كندير فيها انا السويه ديالي، الدبيلجات ديالي. المهم البنات الا كنتو مهتمين بلي زاكسيسوار وشنو عندي في لي زاكسيسوار، دخلوا لاشين ديالي غتلاقاو واحد الفيديو شاركت فيه كاع لي زاكسيسوار ديالي، خصوصا اللي كندير مع الحجاب، حيت شحال من وحده فيكم كتسولني على اللفه ديالي، شنو النوع ديال الحلقات اللي كندير وشحال من حاجه. كلشي داكشي البنات شاركتو معكم وشاركت معكم حتى الاثمنه في هذيك لا فيديو. كما قلت لكم البنات هذه كتكون فيها طبقه تحتانيه، فوقانيه البنات كندير فيها لي باك ديالي، كندير فيها الطوينغات ديالي وكتجي بحال هكا. وهنايا كتكون فيها واحد البلاصه كتعلقي فيها السناسل ديالك، تجي هكا بحال هكا. الاشياء اللي عجبني الحال انني شريتها وعجبني انني ضفتها للماريو ديالي او للكوافوز ديالي. بالنسبه للبنات الثمن ديال هذه انا كنت خديتها ب 120 درهم، خديتها في واحد السوق ديال الجمله. نسيت هذوك لي ماشين البنات كاع اللي شريت خديتهم غير عند مول المكياج، ما خديتهم لا في سيت لا والو، خديتهم عند مول المكياج. انا هنايا بنت اكادير فكنتقد غالبا في انزكان، وهذه بالضبط خديتها في سوق الحريه اللي كاين في انزكان وخديتها ب 120 درهم. وراه البنات صراحه تستاهل وراها زوينه. كنخليها البنات بحال هكا محلوله اولا كنسدها وكتعطيني واحد هكا اللوك زوين ولا كوافوز ديالي الا بغيت مره نبدل بها الديكور. وراه حتى البنات راه هكا تسورت، راه عندها الساروت ديالها كتهزوها البنات ومن بعد فاش كتسديها وكتبغي مثلا تسورتيها، خصوصا الا درتي فيها دي زاكسيسوار اللي هما عندهم لا فالور كتار، شي ذهب ولا شي حاجه، كدوري هنا السارود وصافي ما كتبقاش ديك الساعه تحل. اما انا خليتها غير بحال هكا محلوله ما كنسدهاش، حيت هادشي كامل اللي دايره فيها صراحه ماشي ذهب، هادو غير دي زاكسيسوار اللي متواضعين وعاديين وصافي. دابا البنات هضرت معكم على لي ماشين، هضرت معكم على ازاله الشعر، هضرت معكم على لابواط ديالي ديال لي زاكسيسوار. دابا البنات غادي نبارطاجي معكم واحد المجموعه ديال الروايح ديال الصحراء، الروايح ديال العود ديال العطور اللي عجبوني صراحه وما ندمت عليهم، وبزاف ديال الناس ما كيعرفوهمش اولا كاين اللي ما كيستعملش هاد النوع هذا ديال الروايح. نشاركهم معكم، هذه اول تجربه ليا
فيهم وحماقيت عليهم وعجبوني. كيعجبني بزاف انني نعطر الفراش، نعطر البلاصه فين كان الناس، نعطروا الصالون، هكا اي حاجه عندها علاقه بالتعطير ديال المكان فين كنكونوا. البخور هادشي كامل غنبارطاجيه معكم. اول حاجه البنات في هاد الروايح هادو اللي كيكونوا ديال الايترو، ما عرفتش واش الناس كيستعملوهم حتى في الحوايج، ولكن المهم انا صراحه كما قلت لكم كيعجبني نستعملهم في الفراش. هذه البنات سميتها الملكي، كتحمق. عرفتوا فاش كتدخلوا بحال هكا لشي رياض ولا شي هكا شي اوتيل اللي هو تراديسيونيل وكتشمي ديك الريحه ديال الصحراء، ديال الناس شحال هادي، ديال الناس الكبار في العمر، هي هاد البارفان هادي كتحمق. غزاله البنات هادو، اول مره نزعم عليها. مشيت غير لواحد المحل صحراوي صغير في هادشي هذا ديال الصحراء وديال الروايح ديال الصحراء وهكا الروايح ديال العطور والعود وكل شيء، ودخلت بان لي يعني تبارك الله واحد الاتفاق قداش نهيه، وبقيت كنشم حتى طحت على هاد الروايح هادي الغزاله غزاله غزاله غزاله، شي حاجه دولوكس، شي حاجه واعره، والثمن ديالها جد مناسب. هذه ما شاء الله تبارك الله كامله خديتها بشي 100 درهم، تالمون الثمن ديالها زوين مقارنه بلا كونتيتي ديالها. هذه تبارك الله راه ايترو، بمعنى ديري وتعاودي ديري وتعاودي ديري وما غاديش تندمي. هذه اول وحده البنات. ثاني وحده البنات هي هاد الغزاله هذه كنا خديناها من الصحراء بالضبط من طنطان. حتى هاد الغزاله هذه فنه، هذه كثر فيها الريحه ديال العود، فيها الريحه ديال نهار الجمعه. المهم انا صراحه كنعبر لكم بالطريقه اللي كنشوف ان هذيك الريحه كتمشى ليا مع دوك لي سوفونير. المهم الريحه ديال الجماع، ديال شي سبوع، شي قراءة قرآن، شي مجمع لي زوين، شي مجمع ديال الفرح كتشموا فيه شي ريحه غزاله. هاد الريحه هذه هي ديك الريحه الغزاله. غير هذه البنات شويه زايده على هذه شي 130 120 الا كنت كنعقل. المهم راه ما فايتاش 130 بحال هكاك. حتى هي البنات غزاله، وحتى هي فيها ايترو، وحتى هي تقدروا تستعملوها للفراش ديالكم، الدويره ديالكم، الماريو ديالكم. مثلا عندكم فيه شي حاجه خفتوها تطلق الريحه ديال الغمال ولا، كترشوا هاد النوع هذا ديال الروايح وكتبقى داركم معطره بزاف بزاف بزاف. ما عرفتش واش هاد الروايح حتى هما كيتستعملوا في الحوايج، ولكن غالبا حيتاش طونكو كيتستعملوا في الفراش وكلشي راه غيتستعملوا في الحوايج، زعما علاش لا. وحنايا البنات باقيين كنهضروا على الرويحات الغزالين وعلى العطور والعود وكلشي. غنبارطاجي معكم واحد النوع ديال البخور اللي غزال بزاف. بمعنى البنات لا مشيتوا لشي محل مختص هكا في الروائح ديال الصحراء ولا المحلات اللي كيجيو بدوك العطور من السعوديه، المهم راكم عارفين هاد النوع هذا ديال المحلات، خذوا فيه هاد النوع هذا ديال البخور. كاينين البنات هاد الجوج هادو. اول واحد عندنا هو البخور ديال الاميره، سميتو بخور الاميره. كيجي بحال هكا، شوفوا كيجي البنات بحال هكا، فيه بخور الاميره، فيه حميدي مكتوبه فيه هنايا حميدي. صراحه البنات كيجي غزال، الريحه ديالو كتحمق. كيجي بحال هكا، كيجي دي كوب، شوفوا كيجي بحال هكا البنات. كتشعلي فيه العافيه، تخلي الريحه ديالو كتعطي في الدار. عرفتوا البنات انا صراحه من المحبين ديال البخور، كتعجبني بحال هكا الدار تكون ديما معطره، الفراش يكون معطر، ندخل بحال هكا نشم ريحه البخور. كيعجبوني هاد لي بارفان هادو. هذا البنات عرفتي راه ابار انه بخور فيه بحال الريحه ديال البارفان، فاش كتشعليه في الدار كتسيب واحد الطاقه ايجابيه، كتحسي بريحه ديال النقاوه، ريحه ديال التعطيره. المهم غزال هذا البنات الا لقيتوه غير خذوه بعينيكم مغمضين، ما غاديش تندموا عليه. وتبارك الله راه كيجيو فيه بزاف ديال هكا، ما عرفتش تقريبا شي نقول لكم شي 20 شي 30 صراحه ما كتبينش هنايا بالضبط شحال من وحده، ولكن راه تبارك الله كانوا كثارين وراه بداو كيخواو هنايا. هادو البنات غزاله، لا لقيتوها شريوها بعينيكم مغمضين. وثاني نوع البنات ديال البخور اللي حتى هو زوين، هذا سميتو الخنجر. ها هو مكتوب فيه البنات الخنجر، حتى هو زوين، غير هو ما دايرش بحال هكا ماشي كوب. هذا هكا بخور كتقدروا تقيسوهم بحال هكا، تطلعوهم فوق الفاخر او فوق المبخره ديالكم وتعطيو الريحه. بالنسبه للبنات الثمن ديال هذا صراحه ما عقلتش بزاف، ولكن هذا ما فايتش 100 درهم. هذا يمكن يكون فايت شي 100 درهم، تكون شي 140. هذا ما فايتش 100 درهم. المهم البنات الا كانت وحده فيكم ديجا عارفاهم تكتب لينا الاثمنه، مع انا صراحه نسيت حيت شحال هذه شي عامين هذه باش شريتهم فاكيد نسيت. كيعجبكم البخور، تعجبكم الريحه الزوينه في الدار، وكتبغيو ان ديوركم تكون ديما معطره وهكا، اللي يدخل يقول الله شنو هي هذه الريحه الغزاله، اش هذه الطاقه الايجابيه اللي كاينه في هذه الدويره. خذوا هذا البخور هادو وردوا عليا وكونوا متاكدين انكم غتحماقوا. خصوصا هذا، عرفتوا هذا راه العشق ديالي، كنحماق عليه.
وما حدنا البنات باقي كنهضروا على العطور ديال الدار، غنبارطاجي معكم واحد المعطر ديال الجو اللي ما كنستغناوش عليه في الدار ديالنا. زويون البنات، غزال، الريحه ديالو هكا خفيفه وما كنستغناوش عليه في دارنا. وهذا المعطر هذا البنات معطر ديال الجو، وشكون اللي ما كيعرفش اميره العرب. كيحمقني انا هذا البارفان هذا. بحال هكا مثلا حسيتو بداركم بدات كتكون فيها ريحه الغمال، اولا المهم داركم فيها شي ريحه ما فهمتوش مناش جات ديك الريحه، كترشوا هذا المعطر هذا وكتبدل ديك الريحه كاريمون، كتوليو كتحسوا بالانتعاش والجمال والراحه في الدويره ديالكم. هاد الريحه هادي راه دايره بحال الريحه نيت ديال اميره العرب اللي كنديروا بحال اللي كنستعملوا في حويجاتنا ولا في الذات ديالنا، غير هذا الشكل ديال معطر الجو وصافي. هذا البنات بالنسبه للثمن ديالها نقول لكم شي 60 70 بحال هكاك. المهم يمكن ما فايتاش 80 درهم، المهم شي 60 70 درهم حتى هي صراحه ما عقلتش بالضبط. ولكن البنات هادي حتى هي من الحوايج اللي ما ندمتش عليهم واللي عجبني الحال بزاف انها كاينه في الكوافيز ديالي. هكا مره كدور ليا في الخوا كنهز وكنرش وكتعجبني. انا كتعجبني اكثر كمعطر الجو، ما كتعجبنيش الريحه، كل وحده فينا عندها الذوق ديالها. انا كيعجبني نشمها اكثر في الجو. ودابا البنات هضرنا على المعطرات ديال الجو، هضرنا على البخور، هضرنا على الرويحه كالزويونه ديال الفرش وديال الديور، هضرنا على لي ماشين ديال لي اكسسوار. غنبارطاجي معكم البنات جوج اخر لي برودوي في هذا الفيديو هذا اللي زويونين بزاف، خصوصا للبنات اللي عندهم البشره حساسه ولا عندهم بحال هكا شي عيوب اللي هما خفافين في البشره ديالهم ويعكزوا انهم يمشيو عند شي طبيب باش يكتب لهم شي برودوي. انا غنبارطاجي معكم واحد جوج ديال لي برودوي كانت ديجا خرجتهم لي الطبيبه ديالي فاش كنت متبعه على حساب التريتمون داكني، على حساب العلاج ديال حب الشباب، وبقيت كنستعملهم لحد الان وما عمرني استغنيت عليهم حيت توافقوا ليا بزاف مع البشره ديالي وعجبوني، وليفي ديالهم والريزولتا ديالهم غزال بزاف. اول وحده البنات واللي غنيه على التعريف هي سيكا بلاست بوم بي 5. هذه البنات زويونه. اول حاجه كتضغط لك البشره ديالك بزاف، ثاني حاجه كتخلي لك واحد ليكلا زوين بمعنى البشره ديالك كتبان انها مغديه مزيان مرطبه مزيان، وثالث حاجه البنات راها ريباراتريس بمعنى معالجه بحال هكا لي بور الا كاينين عندك لي سيكاتريس، شحال من حاجه كتعاون انه البشره ديالك تجدد وكتعاون انه دوك العيوب ينقصوا بشكل كبير، خصوصا مع المداومه الكثيره. بالنسبه للبنات الثمن ديال هذه، انا عندي هاد لاطوب هذه كبيره شويه، هذه فيها شي 100 ام. المهم البنات غادي نحاول نقلب لكم على الثمن اكزاكت ونخليه لكم هنايا لا نكون غلط. هذه البنات غزاله ومن ديما كنستعملها تقريبا دابا شي 5 ديال السنين وما عمرني ما خطاتني. وقت ما تسالت لي البنات كنمشي بالجيران نشريها، وحتى ما فيها لا بارفان ما فيها لا ريحه لا والو. كديريها بحال هكا كماسك بالليل، بمعنى كديري واحد لاكوش اللي هي شويه غليظه كديريها وكيصبح الوجه ديالك غزال مرطب فيه ليكلا وكتحسي بيه انه مغطي مزيان. ثاني برودوي البنات اللي كنستعمل البشره ديالي واللي لقيت حتى هو عليه افي اللي هو زوين خصوصا من الناحيه ديال السيكاتريس هو هذا البنات. هذا البنات ديال افين سيكالفات سميتو، حتى هو غزال البنات خصوصا بالنسبه للسيكاتريس، عرفتو غزال بزاف. ديما كنت كنعاني بحال هكا خرجت لي مره شي حبوبه كتخلي لي هكا سيكاتريس، فهذا البنات وليت كناخذو كنحطو عندي، وقت ما بانت لي انه خرجت فيه شي حبوبه ملي كتخرج وانا كنبدا نديرو عليها من ديك الساعه ما نخليش السيكاتريس ديالها تبدا تغمق ليا. وهذا البنات تري افيكاس، حتى هو ريباراتريس بحال الاول، غير هذا البنات كيصلح اكثر لي سيكاتريس زويون وكيعاون بزاف انه البشره تخلص من هذوك البقع الداكنه اللي تيكونوا بسبب حب شباب او لا المهم بزاف سوا الشمس سوا حب شباب سوا اي حاجه. هذا كيعاون بزاف وكيخلي البشره البنات توحد اللون ديالها. بالنسبه للثمن ديال هذا البنات حتى هو غنخليه لكم هنايا باش ما نغلطش لكم في الثمن. هنايا البنات كنكون وصلت معكم للاخر ديال الفيديو. في هذا الفيديو هذا حاولت انني نبارطاجي معكم المشتريات اللي خديتها وما عمرني ندمت عليها وغنبقى ديما ناخذها، حيت الا جينا نقارنوا الثمن ديالهم مقارنه بشحال كيبقاو عندي او لا الاستعمال ديالهم واش زوين ولا خايب، اكيد انا هاد المشتريات غادي نعاود نشريهم. وكنصحكم البنات الا لقيتوهم غير خذوهم بعينيكم مغمضين، خصوصا الا كانت شي حاجه اللي هكا في المقدور ديالك او اللي كنتي اصلا انت محتاجاها. شكرا لكم البنات بزاف على المتابعه ديالكم وتفرجتوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، كنحماق عليكم البنات. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، شكرا لكم على لي كومونتير ديالكم والتشجيع ديالكم، كنحماق عليكم. الا عجبكم هذا الفيديو هذا خليوا لي لايك وشي كومونتير زوين، وكتبوا لي بحال هكا شنو هما المواضيع اللي تبغوني نصور لكم، مواضيع تبغوني نهضر لكم عليهم، تجربات ديالي في شي حاجه، المهم اي حاجه بغيتوها خليوها لي هكا في لي كومونتير واكيد علاش لا نصورها لكم البنات ما فيها حتى شي حاجه. شكرا لكم بزاف وتهلاو في راسكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. باي باي.